رجل أحب الكويت فأحببنا، هامة من هامات الوطن، رجل تليق به الرئاسة ويليق بها. الكلمة الآن للرئيس أحمد عبد العزيز السعدون. شكرا يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. لا بد من تسجيلها أولا للأخ الدكتور فيصل مسلم على هذه الدعوة الكريمة وعلى إتاحة هذه الفرصة لي بأن أخاطب هذا الجمع الطيب، هذه الوجوه الخيرة التي أتذكر تماما يوم زحفت يوم 28 نوفمبر ويوم 5 ديسمبر إلى ساحة الإرادة، فأسمعت صوتها حضرة صاحب السمو حفظه الله لهذا الصوت، وقبل استقالة الحكومة، ثم حل مجلس الأمة. لقد أرادت عناصر الفساد، أرادت قوى الفساد أن تسكت صوت الأخ الدكتور فيصل مسلم عندما حاولوا وبقيادة الحكومة وبقيادة ناصر المحمد تعطيل دور مجلس الأمة ومنع المجلس من أن يجتمع ليبدي رأياً في طلب قدم إليه برفع الحصانة. أرادوا أن ترفع الحصانة بقوة الدستور واستطاعوا، لكنهم نسوا أو تناسوا إنه وإن استطاعوا على ذلك نسوا وتناسوا أن هناك شعب يراقب ويتابع ويرفض أن يترك لقوى الفساد أن تعبث بهذا البلد. تنادى الشباب أولاً، ثم تحول الحراك الشبابي إلى حراك شعبي. أنا لا أريد أن أذكر الأعداد التي تواجدت في يوم 5/12، ولكن أذكر الرقم الذي ذكر لنا منقولا عن وزير الداخلية، قال أن العدد وصل في ذاك اليوم 120,000 مواطن كويتي. الله أكبر، الله أكبر. أراد رموز الفساد في الكويت أن يسقطوا فيصل المسلم، فأسقطهم بدون مواجهة. لذلك احنا اليوم في مرحلة من أخطر المراحل وأهمها. احنا عشنا فترات انتخابات عديدة، 2009 كان في حل، 2008 كان في حل، 2006 كان في حل، وقبل ذلك أيضا 99 وغير الحل غير الدستوري أو الانقلاب على الدستور. لكن حل 2011 مختلف لأنه جاء استجابة لرغبة شعبية، وبالتالي الأمر اليوم هو بيد الشعب الكويتي. من سيصل إلى مجلس الأمة وتحت قبة عبد الله السالم هو من توصلونهم أنتم. فهل تقبلوا بعد كل هذه المواجهة وبعد كل هذه المحاولات أن توصلوا إلى المجلس غير الأحرار؟ ناصر الدكتور فيصل المسلم مو علشان ينجح، لا، علشان يأتي الأول في هذه الدائرة لنوصل رسالة قوية لهم ليعلموا حقيقة أن هناك شعب ينتصر لكل الأحرار، ينتصر لمن يواجه الفساد،
ينتصر لمن يتصدى للفساد. يا دكتور فيصل، لا يكفينا أن تنجح، فالنجاح بإذن الله ثم بإرادة هذا الشعب حاصل بإذن الله، لكن بالفعل نريد نكون في المقدمة. رسالتنا هذه اليوم، إذا وصل فيصل كني واصل، إذا وصل الدكتور فيصل كني واصل. رسالتنا هذه اليوم، هذا اليوم رسالتنا يوم 2/2. ترى هذا كلام ما هو كلام عواطف، هذا كلام يتعلق بمصير الكويت، هذا كلام يتعلق بمصير أبنائكم وأحفادكم. أنا أتحدى كل الأحرار في هذه الانتخابات، قولوا لهم شو عندكم غير الشتيمة، قولوا لهم شو عندكم غير السب، ما عندهم شيء يطرحونه، لأنهم فعلا يريدون أن يكملوا الرسالة اللي بدأها. لا أنا ما أسمي أحد. اللي بدأها رموز الفساد في الكويت، اللي بدأوها الناس اللي استولوا على خيرات الكويت، واللي يبون يستمروا في ذلك، لكن نقول لهم هيهات لكم، هيهات لكم. واحنا عندنا شعب شفتوه يوم 5/12. احنا ما نقول راح يكون عندنا ربيع عربي، لا، احنا نقول عندنا بإذن الله راح يكون ربيع يؤكد الوضع اللي احنا فيه، يؤكد احترام الدستور، يؤكد إرادة الأمة، يؤكد وصول الأحرار منصف الدكتور فيصل المسلم. لذلك يا أخوان، رسالتنا ومهمتنا في المرحلة الجاية في يوم 2/2 يجب أن تصل بقوة لمن يجب أن تصل إليه، وأول من يجب أن تصل إليه هم رموز الفساد. هو رئيس الوزراء السابق يجب أن تصل له الرسالة، والحكومة السابقة يجب أن تصل لهم الرسالة، وكل اللي عطلوا دور مجلس الأمة واعتقدوا دكتور فيصل المسلم ونسوا إن فيصل المسلم، الدكتور فيصل ما كان يمثل نفسه، كان يمثل هذا الشعب. لذلك أنا الحقيقة في نهاية كلمتي ما في شيء يمكن أضيفه، ما في شيء يمكن أضيفه إلى واحد حر مثل الدكتور فيصل المسلم، لا يحتاج إلى مزيد من الدعم. أنتم تعرفون أكثر مما أعرفه أنا، لكن فعلا رسالتنا القوية، إذا أردنا أن نؤكد إن استطعنا أن نرد على عناصر الفساد، هو بالكيفية اللي يجب أن ندعم فيها الدكتور فيصل المسلم في يوم 2/2، واللي إن شاء الله نلتقي مرة ثانية في هذا المكان علشان نبارك له وعلشان نؤكد توجهات الشعب الكويتي. دكتور فيصل، أنا أقول أنت قدمت في الكويت، تصديت لغوى الفساد، وما أسهل الطريق اللي سلكه غيرك لو أردت تسلكه. لما يطلعون لك على شغلة مني وشغلة من هناك، قول لهم ما أسهل الطريق لو أردناه، وما تأتي بالفتافيت هذه، تأتي بمئات الملايين. شفناهم شلون كانوا موجودين في المجلس، لكن بإذن الله سنحتفل في هذا المكان بإذن الله أولا، ثم بإرادتكم في الانتصار لكل الشرفاء في الكويت، لكل الأحرار في الكويت، ويأتي في مقدمة هؤلاء الدكتور فيصل المسلم، ونلتقي إن شاء الله مرة ثانية لحديثنا. أنا يا إخوان بودي أن أستمر معاكم، لولا ارتباط سابق ما لا يمكن الواحد يطوف هذه الفرصة بأن يستمر بلقاء هذه الوجوه الكريمة، لكن والله عندي ارتباط آخر مضطر أروح. لذلك أسلم عليكم، وأنتم واعد هنا إن شاء الله بعد الانتخابات.